في 24 من نوفمبر من عام 2022 افتتح بكحلان عفار محافظة حجة معرض النجاح السنوي لإنتاج الملابس الجاهزة والزي المدرسي والحقائب الجلدية بمدرسة الزهراء، حيث افتتح المعرض مدير المديرية أبو عقيل حميدان ومعه مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة محمود وهبان، وضابط مشروع التعليم بالصندوق الاجتماعي عز الخيواني، والذين عبروا عن سعادتهم الكاملة لما شاهدوها من إنتاج رائع ومتميز. شيء رائع وسعيدين لهذه الجهود الطيبة، وكل الشكر لكل القائمين على هذا المعرض وهذا المشغل، ابتداء من الأستاذ صادق العفاري والأستاذة مديرة مدرسة الزهراء في مديرية كحلان عفار. هي بداية ممتازة وجيدة، وكما نكرر الدعوة كما كرر الأخ مدير عام الصناعة للمستثمرين والتجار بالترويج لهذه المنتجات، والتي تعتبر فاتحة خير وتعتبر من أحد الفرص الاستثمارية التي تدعم الإنتاج المحلي وتفتح بوادر كثيرة جدا كفتح معامل أو مشاغل. أتوجه بالشكر لكل القائمين على هذا العمل، وأيضا نيابة عن الأخ ظاهر العراشي أتقدم بالشكر الجزيل، وهو ينقل تحياته وشكره لهذا المجهود الرائع. أننا أصبحنا في مشغل النجاح في مديرية كحلان عفار من الريف، استطعنا أن نوجد بادرة، يعني مثلا عملنا خط إنتاج الحقائب الإسعافات الأولية، لا ننسى القطاع الخاص مثلا بالأخ محمد البرش الذي ساهم في دعمنا، برغم أنه ما أعطانا شيء، إحنا بنعطيه منتج وهو يساهم لنا بقيمة المنتج، لكن عمل لنا خدمة أنه كتب لنا قيمة المنتج من ما ساهم لهذا النجاح المتميز. شاكرين للجميع هذا الجهد والتعاون من الجميع، من جميع المجتمع. نشكر القائمين العاملين على هذا، ونشكر العاملات التي قمنا بهذا العمل الرائع، متمنيين لهم التوفيق والنجاح. حضر الافتتاح بشير الددا مدير عام الاستثمار، وشرف الخطيب مدير التربية، ورئيس الجمعية صادق العفاري، وعددا من الشخصيات الاجتماعية والتربويين والتجار.